هي مؤسسات العمل الأهلي دي بتعمل إيه؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. ده سؤال مهم وإجابته مهمة وهحاول أبسطها لك. مؤسسات العمل الأهلي دي باختصار هي زي المؤسسات والجمعيات الخيرية المهتمة بمساعدة الناس، والمؤسسات دي يا صديقي بتلعب دور مهم جدا في مساعدة الحكومة في دعم الأشخاص المحتاجين، سواء بقى بتوفير مشروعات أو المساعدات المالية أو الغذائية أو غيرها كتير. من سنة تقريبا تم إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي بيعتبر ركيزة أساسية في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية. لازم تبقى عارف إن التحالف ده ضخم وبيتكون من 24 مؤسسة وجمعية أهلية، بالإضافة لمؤسسة حياة كريمة، ده بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللي بيضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي. التحالف ده ساهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية ب 9 مليار جنيه، وبعد كده الرئيس السيسي وجه بزيادة الدعم الحكومي الموجه للتحالف بمليار جنيه إضافية، وده لدعم ومساندة نشاطه الاجتماعي. التحالف خلال 2022 عمل مبادرات وقوافل خيرية كتيرة جدا في كل المحافظات تقريبا، وكان مركز اهتمامه في محافظات الصعيد. الجهود دي كان من ضمنها دعم نقدي شمل حوالي 107,000 أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وكمان تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، واللي تمثل في تقديم وجبات مدرسية سخنة لحوالي 35 ألف طالب في 10 محافظات، وده بإجمالي تكلفة تقريبا مليون جنيه يوميا، ووصلت التكلفة الإجمالية 200 مليون جنيه. وكمان مبادرة حياة كريمة ساهمت في تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب، وده في قرى محافظات المبادرة، وكمان اتكفلت بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لحوالي 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى. ده غير بقى المبادرات زي مبادرة فرح قلبي ومبادرة ازرع، وكمان القوافل اللي قدمت خدمات متنوعة للمواطنين زي الكشوفات الطبية وحملات توزيع المواد الغذائية واللحوم على المواطنين، وكمان البطاطين ضمن حملة دفا الشتاء وغيرها كتير. وأظن بعد كل ده أنت عرفت دلوقتي إيه أهمية مؤسسات العمل الأهلي. وهنا السؤال الصح، تفتكر لولا وجود مؤسسات العمل الأهلي دي هل الحكومة كانت هتقدر تلاحق على احتياجات الناس؟ سلام.